فيما شاهدتم من احداث تشو قصة الملاك الحارس، اتعرفنا على تشو على مرض اخته وازاي العيلة رفضت تساعده لحد ما ظهر ملاك ابيض سلمه قوة جديدة تدعى بالفارس المقدس. وكمان فهمنا ان تشو اختار المهنة دي بدون تردد فقط لمساعدة اخته الصغرى المريضة يون. بس ومع اكتشاف تشو ان اخته مستيقظة تمتلك قدرة نادرة من التلج بسببها يحتاج ملايين من اجل قمع مرضها الحالي، عرفنا برضو انه انضم لجامعة سوهانج اللي معاها استلم مبلغ كبير وعرف كل حاجة خاصة بقوانين الجامعة من قتالات وتسلسلات وغيره وغيره. وتوقفنا لحد ما ليو الواد اللي كان شايف نفسه تحدى تشو، وتشو قال له انا موافق اتحداك بس مقابل كده تدفع 300 نقطة من نقاطه. وطبعا ليو كل اللي معاه 400 نقطة، فهل بقى هيقبل بعرض تشو بعد ما عرضها قصاد الطلاب والمعلمين بالكامل؟ خليكم معانا علشان داخلين على الاكشن على طول. بعد ما ليو تحدى تشو في نزال 1 ضد 1 علشان تشو يقول له مقابل 300 نقطة انا هقبل التحدي بتاعك، وقتها تشو بيقول له طيب شكلك ما معكش نقاط، علشان ليو يقول له انا قبلت التحدي بتاعك يا تشو. وبينطلقوا لحلبة النزال علشان المعلمة سو تقول لهم اول ما انهي العد التنازلي ابداوا القتال فورا. وبيبدا العد التنازلي علشان ليو ينطلق وهو بيقول للفارس المقدس نفس قوة فارس العقاب اللي هزمته زمان، واكيد لو هاجمت بسرعة كبيرة هنتصر عليه بالاخير. ونفس الوقت ليو بيفكر في سحبة الشعر الابيض اللي ممكن تعجب بيه علشان يستخدم هجوم سيف الدم، ولكن تشو بركلة واحدة بيطيره على طول. وبيقول له كنت فاكر النزال هيستمر اطول من كده ولكن انتهى مع اول حركة بالنسبة لي. والشاب ده بيقول لها معلمة سو ليو انكسر له 5 اضلاع وفقد وعيه وفي نزيف داخلي كمان. بتقول له طيب ارسلوا للكاهن للعلاج علشان نفهم برضو ان تشو استلمت 300 نقطة بتوعه. وصاحبة الشعر الابيض لازالت بتفكر في اللي حصل وبتقول له تشو هو انا ممكن ادعوك لقتال جديد؟ وتشو بيقول مش دي البنت من سلالة الشياطين علشان كمان يلاحظ امتلاكها لسيف نادر يدعى قمر الظلام، وبيقول لها موافق يلا نبدا حالا. وبيبدا تشو يستدعي المطرقة الخاصة بفارس النور اللي بترفع من مستوى الحكمة والقوة والبنية الجسدية 18 نقطة كاملة لحد ما بيوصل السيد دونجو ده واحد من وزراء جمعية اورارو علشان يقول لها معلمة سو انتوا بتعملوا ايه هنا في المكان؟ المهم العد التنازلي بيبدا للقتال علشان البنت تنطلق عليه بشفرة الظل واللي تشو بيقابلها بمطرات النور. ودلوقتي تشو فهم ان البنت دي قوية فعلا، وعلشان كده بيطلق العنان لكامل قوته باسلوب المراوغة اللي بيعتمد على ضرب العدو من الاسفل للاعلى للاطاحة بيه على الارض. ومع استمرار القتال ما بينهم بنفهم ان القوة متكافئة ما بينهم. وتشو بيقول لها كده انا خلصت حميتي التدريبية علشان يطلق هبة الشجاعة والسلاح والفجر والحماية اللي معاه وجه ضربة حاسمة للبنت دي علشان تصدها في الحال. ولكن تشو بيقول كنت متوقع الشيء ده علشان يرد بضربة مختلفة قوة مطرات الثور اللي بينزل بيه على الارض وما اذاهاش بالنهاية. والبنت اتسمرت مكانها علشان يقول لها كفاية كده ولا نكمل تاني؟ بتقول له لا كده تمام علشان تشو يقول لها بس انت ما خرجتيش كل قواك الحقيقية. بتقول له مش لازم استخدم بطاقتي الرابحة في نزال قانوني، وكمان وفوق كده انت ما استخدمتش كامل طاقتك الداخلية. وبتطلب منه يضيفها علشان يتنافسوا في المستقبل. ومن بعدها تشو بينطلق مع المعلمة سو. بنفهم ان تشو هيعيش في المكان ده واللي معداته ومساحته مختلفة عن باقي الطلاب، وطبعا كل ده معتمد على درجة تسلسلك الحالية داخل الجامعة. والمعلمة بتقول له تشو انت فعلا بتدور على زهرة اللوتس الجليدي زي ما انا سمعت عنك. وبتقول له طيب انا سمعت ان في فريق شاف الزهرة دي في سلسلة جبال العاصفة ولكن محدش يقدر يقرب من هناك نظرا لكثرة الوحوش. وكمان وفوق كده المعلومة دي بقالها 6 شهور واكتر، فيمكن الزهرة ما تكونش هناك من البداية. وعلى طول تشو بيبدأ يبحث في المكان ده وبيقول سلسلة جبال العاصفة ظهرت بعد اندماج الارض مع العوالم المحيطة، وحتى الطبقات العليا من القديسين مش سهل ابدا يدخلوها، وعلشان كده ما قداميش الا حل واحد بس، والحل ده استخدام سرعتي في الهروب من الوحوش الاعتى في المنطقة للحصول على الزهرة بالاخير. وبيبدأ يشتري شوية مهارات من داخل الجامعة كونه الطالب الاول زي درع الضوء المقدس والانتقام الازلي وكرة الضوء النهائية ورياح الشفاء المقدسة، وده بالاضافة لمهارات اخرى جانبية علشان ومفيش نص ساعة بنشوف انطلق لسلسلة الجبال في الحال. بس فجأة بيجي له رسالة من صاحبة الشعر الابيض الجميلة ران وبتسأله وبتقول له انت فين؟ بيقول لها انا في مشوار بجبال العاصفة علشان ران تقول بيعمل ايه هناك يا ترى، وصديقتها بتقول لها مالك متنحة قصاد الموبايل كده ليه؟ بتقول لها قابلت شاب مميز اتحديته بالامس ولكنه كان اقوى من العادة وما تأثرش بقدراتي. وفجأة الهبلة ران بتقول لها طيب بقول لك ايه بقى انا هقفل دلوقتي علشان لازم اروح جبال العاصفة انا كمان. وبننطلق لمقر جبال العاصفة علشان نشوف شاحنة منطلقة بترمي متفجرات وغيره وشغالين يخترقوا حواجز الوحوش الداخلية، ودي كده شكلها فرقة قادمة من اجل مهمة في المكان. ولكن فجأة الشاحنة بتنقلب علشان نفهم انها خبطت في شاحنة معاكسة ليها بالطريق، والبنت دي بتقول لها خلي بالك وراكي علشان نلاحظ حفنة من وحوش الشياطين واللي قررت تستهدفهم علشان البنات يقولوا احنا استخدمنا كل حاجة وقتلنا 4 شياطين بس لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت ده بيوصل تشو على ذئبه الابيض علشان يطلق قوى العاصفة المقدسة ويخلص على كامل الوحوش في المكان، ونفس الوقت بيطفي نيران الجبل عن طريق قوى ذئب الجليد لحد ما بيساعدهم علشان
الشفاء، والبنت دي بتقول له شكرا ليك يا سيد تشو. وبنفهم ان ده هو فريق العنقاء، وده واحد من افضل فرق الجامعه، واللي بيقولوا له خلي بالك فعلا النور القامع لقوى شياطين الظلام ممكن يقمعهم، ولكن الامر هنا مختلف عن الخارج. وتشو بيقول انا اكتشفت مناطق كتير خارجيه بس لحد دلوقتي ما وصلتش لمكان الزهره بالتحديد. وكمان وفوق كده مسابقه تصنيف الطلاب هتبدا داخل الجامعه خلال 3 ايام، وشكلي هدور على الزهره بعد ما انهي الحدث بالكامل. وتشو بيقول لها شكرا على معلوماتك، علشان واحده من البنات تستخدم اعاده تركيب العنكبوت اكس العملاق. وتشو والكلب واقفين مصدومين، ده ايه ده كان متدمر 500 حته من شويه. وبتقول له اركب بسرعه علشان ينطلقوا خروجا من الجبل، لحد ما البنت دي بتقول له تشو الشياطين دي احنا اول مره نشوف زيها في المكان، وده لاننا بصفه مستمره مش اول مره ندخل الجبال دي. وتشو بيقول لها معنى كده انهم وصلوا حديثا علشان يقولوا له ايوه لازم نبلغ الجيش والقاعده مفيش حل تاني. وتشو بيقول لهم مش المفروض في صحراء بيراقبوا الاماكن دي علشان الوحوش ما تظهرش فجاه كده. بتقول له الجيش بيحمي برج الصحراء ومنه بيراقب المخلوقات الجديده، بس بما ان الوحوش دي اعلى من قوى البرج علشان كده البرج مستحيل يكتشفهم. وتشو بيفهم الامر علشان تقول له بس لو كان في صدع بيظهر منه المخلوقات دي ليه ارسلوهم هنا اليوم. وبتقول له طيب انا عامه هبلغ علشان اعمل اللي عليا، لحد بينزلوا من عربه العنكبوت وبيلاحظوا قتال بعيد نسبيا. وتشو بيقول في شخص محاصر من الشياطين هناك، وبيقول لهم امشوا انتوا انا هحاول اساعدهم وارجع من تاني علشان ينطلق تشو بالذئب الابيض. وبيقول هي ليه رجعت المكان من تاني؟ انا لما شفت طاقتها ظهرت عرفتها من وقت ما تقاتلنا اخر مره في الحلبه مع بعض. وبنشوف مجموعه اخرى مش قادره تقدم الدعم بسبب كثره الشياطين المحيطه، لحد ما بيشوفوا ران بتقاتل الشياطين وحدها، ولكن نفس الوقت ران بتقول في حد زمني لمهاراتي الحاليه، وبكل تاكيد هفقد طاقتي ولحد دلوقتي ما اعرفش عدد الشياطين قد ايه. وفجاه ران بتلاحظ سقوط رعد النور من السماء علشان تقول في حد قريب مني، وده كان تشو اللي بيقول لها بعيدي عن مجال هجومي علشان اقدر استهدفهم بالكامل. بس اللي حصل ان في شيطان قائد وسط الجيوش اللي بدا يدخل في حاله من الجنون علشان ران تقول له اهرب، ما بقاش لينا فرصه قصاده اليوم. وبتقول جيش كامل مستحيل تشو يقدر عليهم لوحده، خصوصا وقت ظهور زعيمهم الاكبر. وبتفكر تفجر نفسها لقتلهم، ولكن تشو بينتشلها من وسط العراكه الان. وكمان بيطلق مهاره عقاب النور اللي ضاعت لهم، ولكن اللي حصل عكس المتوقع تماما. تشو حاليا محاط باكتر من 180 شيطان، وران بتفهم انهم حاليا تحت مظله عيون الاعداء بالكامل. وتشو بيقول لها ران انطلقي لليسار بالذئب واسحبيهم وراكي بس بدون اشتباك معاهم للنهايه. وبيستخدم عليها مهاره العلاج وبركه الفجر وسلاح النعمه وقوه البركه لرفع الجميع قدراتها بشكل جبار. وبينطلق عكس الاتجاه لايقاف نصف الجيش الايمن عشان ران تقول مستحيل فارس يقدر يعمل كده لوحده حتى لو كان ليفل 30 او اكتر. وفجاه في شيطان بيستغل انشغال تشو بالقتال علشان وقبل ما يقتله ران بتطير سلاحه بصوت الظل الاكبر، ولكن تشو بيفكر في حاجه تانية دلوقتي، وبيقول فئه النور جذبت شياطين كسر المكان، وده الوقت المناسب لاستخدام المهاره الخاصه بيا. وبيطلق درع النور المقدس عشان يستخدم مفتاح النور اللي بيقدر يشكل قوه النيران تاثر على جميع الشياطين بالمكان. ولكن اللي حصل ان في شياطين جدد وصلت كمان بالنهايه، وبسبب كده تشو بيطلق مجال العاصفه النورانيه من الفئه بي اللي معاه فجرت محيط المكان. وطبعا اللي كان بيشوف كل ده هي نفس المجموعه اياها القديمه، واللي بيقولوا الشخص ده اكيد مش بشري، ده اقوى من العاده. وبيقولوا ده احنا ليفل 25 و26 مختبئين، وحتى لو كان قصادنا 10 شياطين بس مستحيل نقاتلهم لوحدنا. وكمان وصل في الوقت ده فريق العنقاء، ولكنهم مصدومين اصلا. تشو خلص على كل المتواجدين، ومقابل كده وصل ليفل 18 من القوه، وبيبدا يسترجع نقاط صحته. وتشو بيقول المنه الخاصه بيا فعلا ارتفعت، ولكنها غير كافيه لاستخدام مهارات اخرى من مهارات القديس، وعلشان كده لما ارجع الجامعه هبدا اسال المعلمين في الامر ده. وفريق العنقاء بيقولوا له انت خلصت على كل الشياطين دي لوحدك، بس ازاي كده؟ وران بتجلس من التعب علشان فريق العنقاء يقولوا هي الشياطين دي قويه للدرجه دي. وتشو بيقول لهم على واحد فيهم ليفل 23 من الفئه الذهبيه، وما اعتقدش ان في اقوى من كده في المكان. المهم بيقرروا يرجعوا القاعده علشان الفريق اللي لسه مختبئ ده يقولوا احنا مش هنمشي بقى من المكان معاهم ولا ايه؟ ولكنهم فجاه بيحسوا بهجوم هاله اقوى، لحد بيظهر تنين عملاق يمتطيه شيطان ليفل 30، وده بقى هو نسل الشيطان من الرتبه الاسطوريه، ومهاراته تعتبر مغلقه بعلامات استفهام. وحتى وحش تنين النيران كمان مهاراته مغلقه لانهم مستوى خطوره يفوق الاحمر بمراحل. وكمان الاداره بيجي لها انذار بظهور نوع جديد من الوحوش، وبياكدوا ان في غزو بيتم دلوقتي وعلى جميع القوات المسلحه لانتقال للخطوط الاماميه للدفاع عن المدينه. وبيبدا فيلق التنين الثلجي بالتوقف عند تدريباته والاستعداد للانطلاق، وحتى الكهنه بيستعدوا بجرعات المانا بكميه عملاقه. ومش بس كده، كمان فيلق الصحراء شكلوا تعويذه النقل الاني الفوري على اوسع نطاق، لحد ما مساعد القائد بيقول له جميع الوحدات جاهزه يا قائد، وكلهم بانتظار امر الاشتباك المباشر منك. ومع تجهزهم للمعركه بنرجع بالزمن مع سيد نصل الشياطين اللي بيقول لاتباعه خسرت مجموعه كبيره من الشياطين دلوقتي، وعلشان كده لازم انطلق بنفسي قبل مغادره المكان لحمايتهم هناك. وطبعا امتطت النينو علشان نرجع للوقت الحاضر وقت ظهوره ضد فريق
فريق تشو الحالي. واوريماس نسل الشيطان بيبدا في استدعاء الشياطين البلاتينيه والذهبيه علشان قائده فريق العنقاء تقول له شيا واهرب انت واحنا هنحاول نامن خروجك من المكان. وصديقتها بتقول له ايوه يا تشو، لو فينا حد لازم يعيش فهو انت، لان انت اللي تستحق الشيء ده بالنهايه. وبيقرروا حمايه تشو لحد ما تظهر بوابه الانتقال الاني، والكل بيقولوا فلك التنين وصل دلوقتي علشان يحمينا في المكان. وكمان وصل رائدهم صاحب ليفل 51 على قمه الجيش، واكيد هيتدخلوا لانقاذنا على طول. بس نسل الشيطان بيقول لهم ما تفرحوش قوي كده، محدش يقدر يتجاوز حاجز تشكيلتي السحريه، انسوا الامر ده بالاخير. وهنا خدوا الصدمه لان في جيش ولكن مفيش مساعده يا حبيبي. وبالفعل فلك التنين لما بيحاولوا ينزلوا فوق المكان المطلوب بينزلوا في مكان بعيد، وبيقولوا ايه الحاجز ده وازاي هنخترقه من البدايه. ومساعده القائد بتقول لهم احنا محتاجين فلك اخر لكسر الحاجز، مفيش حل تاني. والقائد بيقول لها خلال الفتره دي ابحثوا عن معلومات الطلبه بالداخل وابلغوا عائلتهم انهم ماتوا ابطال لحمايه الوطن. اما نظام تشوف اكتشف نوع جديد من الشياطين الا وهو نسل الشيطان المسمى اوريماس، وبيطلب منه القضاء عليه مقابل مكافاه دواء الفائس النادره الاسطوريه. وتشو بيقول هو ده الوقت المناسب علشان لما فريقه بيسالوه انت ناوي على ايه. كمان نسل الشيطان بيقول له هالتك غريبه وشكلك انت اللي قتلت شعبي في البدايه. بينطلق عليه علشان تنين النيران يبدا يستهدفه، ومن هنا تشو بيرد بهجوم اخر معاكس لقوى النور، واللي معاه وقف الضربه وقطع واحد من اجنحه التنين كمان. ومع سقوط التنين تشو بينطلق على سيدهم الاكبر، ولكن ده قدر يوقف هجمات تشو المباشره بطريقه سهله وبسيطه. بس نفس الوقت بيقول ازاي في بشر ليفل 18 قادر يجابهني في قتال واحد ضد واحد. وتشو بيقول له انت كمان قوي وتقريبا هتكون اول وحوش الاسطوريه اللي لازم اقضي عليها بحياتي. وبتبدا هجمات نسل الشيطان ضد تشو اللي بدا يستخدم حلقه عقاب النور، ونسل الشيطان بيستخدم درع شيطان النار لايقاف الهجمه القادمه. وتشو بيستغرب ان عقاب النور ما قدرش عليه علشان يقول له وقت القوه غير عاديه لازم استخدم شيء غريب وغير اعتيادي ضده. ونسل الشيطان بيطلب من الجميع التدخل لانقاذه علشان تشو ياخد هيئه الفارس المقدس، وهو بيطلق مهاره جديده الكل بيشاهدها لاول مره بحياته. واوريماس بيقول اول مره اشوف مهاره زي دي، هو حصل عليها منين؟ وبينزل كف عملاق من السماء بيهد الدنيا علشان ران تقول حتى قدرته الشيطانيه بترتجف منه. والقائد بيقول القوه دي كفيله انها تدمر مدافع سحر الاكاديميه بالكامل، وبيسال المساعده عرفتي مين الاشخاص اللي بالداخل؟ بتقول له طلاب جامعه سوهانج وفيهم الطالب الاول على الدفعه كمان. بيقول لها هيكون خساره كبيره بالنسبه لنا ولكن مفيش حل تاني. وبالفعل الضربه الخاصه بتشو لم تكن كافيه للقضاء على نسل الشيطان بالنهايه، وبسبب كده اوريماس بيقول له جرأتك عليا هيكون ليها ثمن كبير علشان يطلب من فوق الشياطين النيران الاندفاع ضدهم بعد ما زاد جميع قواهم القتاليه وجرأهم بالكامل. وبتبدا شياطين النيران باحاطه تشو من جميع الجوانب، وتشو بيقول قوه يد الحاكم افقدتني كل المانا اللي معايا خلاص، ودي كانت ضربتي الوحيده اللي اعتمدت عليها ولكنها انتهت دلوقتي، وعلى ما استعيد المانا هاخد وقت طويل وهكون انتهيت للابد. وعلشان كده بيقرر استخدام مهاره استدعاء الملاك الحارس، ودي المهاره الوحيده من مهارات تشو التي لا تتطلب استخدام المانا نهائيا، ولكن فتره التهدئه الخاصه بيها تعتبر طويله نسبيا. ومع سيطره الشياطين عليه تشو بيطلق مهاره الملاك الحارس عشان تظهر نفس القوه القديمه اللي سلمته قوه فارس النور زمان. والكل واقف مصدوم، والقائد بيقول دي تقنيه استدعاء ملكيه علشان المساعده تقول له ايه نوع القوه اللي هناك دي. بيقول لها الطاقه المحوره للمهاره من خارج الكوكب، وده معناه انها لا تنتمي لهذا العالم. وبيقول لها اخر مره كاهن استخدم نفس المهاره دي من زمن طويل علشان يحافظ على كتيبه كامله، واللي بسببها قدرنا نصمد ضد جحافل الشياطين داخل عقر دارهم. ونسل الشيطان اوريماس بيقول مستحيل مفيش حد بيمتلك المهاره دي من تاني، وهو بيقول ده ممكن يقضي على كامل جيشي الحالي. ولما بيسال اتباعه احنا ممكن ننتقل من هنا في زمن مقداره قد ايه؟ بنفهم انها دقيقه واحده، وعلشان كده اوريماس بيطلب من جيش التضحيه بارواحهم من اجله علشان الكل يسلم اوريماس قواه الفعليه. فايه بقى اللي هيجرى بعد كل ده؟ وهل اوريماس هينجو في النهايه ولا دي هتكون النهايه؟ انتظرونا مع الحلقه الثالثه قريبا علشان وبالختام يلا سلام.